السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعًا حلويات رمضان لا غنى عنها، يالّا بينا على طول كده نشوف القطايف القمر دي عملناها إزاي. عملنا النهارده القطايف المعتادة بتاعتنا بالمكسرات العادية جدًا، وطبعًا الحشو بتاعِك تقدري تغيّريه زي ما أنتِ عايزة، وده اختياري طبعًا مش إجباري. إحنا هنعمل النهارده القطايف التقليدية جدًا، جدًا، اللي متقفّلة زي ما بنسميها كده أمّا كنا بنقول عليها وإحنا صغيرين كنا بنقول عليها النُص دايرة بتاعتنا. على طول كده أنا جايبة النهارده القطايف جاهزة، وإن شاء الله هاعمل معاكم بعد كده القطايف بالعجينة في البيت من الألف للياء إن شاء الله. القطايف بتاعتنا النهارده أهي زي ما أنتم شايفين يعني جميلة، طبعًا حجمها كبير شوية هو ده بس الحاجة اللي كانت مضايقاني منها، ولكن تعالوا نشوف كده شكلها في النهاية يطلع عامل إزاي، ونقدر نعمل منها أشكال إيه كمان. هاوريكِ النهارده شكل جديد كده وجميل جدًا، ينفع معاكِ كمان في العزومات وحاجة كده شكلها لطيف غير المعتاد بتاعنا. وطبعًا ما فيش غنى عن الطريقة العادية بتاعتنا اللي هي نُص دايرة زي ما قُلت لكم كنا مسميينها كده وإحنا صغيرين، وهنشوف مع بعض شكلها عامل إزاي. طبعًا دي المكسرات العادية بتاعتي، معايا كده فول سوداني مجروش، ومعايا كمان جوز هند، ومعايا زبيب، ومعايا كيلو ونص من السكر، ومعايا طبعًا مَيّة عادية، وكمان ليمونتين حلوين كده، و3 أكياس من الفانيليا. أول حاجة هاعملها معاكم هي الشربات، أنا عاملة كمية كبيرة من الشربات لإن هو مش بيحصل له حاجة. أنا في اليوم ده كنت عاملة كنافة وقطايف، فطبعًا هاستخدم من الشربات ده للاتنين. والباقي معايا باحطه كده في أي علبة محكمة الغلق طبعًا أو حتى إزازة لو أنتِ عندِك، تحطيها في التلاجة في باب التلاجة ما بيحصلهاش أي حاجة خالص. أنا هنا كل اللي هاعمله هابتدي بس أغطي السكر بتاعي كده بمَيّة، ما دوّبتش حاجة ولا قلّبت ولا أي حاجة خالص، أنا بس غطيت السكر كده قد مقدار عقلة من صباعِك، وخلاص على كده. هارفعه على النار، وطبعًا أول ما يبتدي يغلي معايا هاضيف الليمون، ولمّا باشيله خالص من على النار ويبتدي يهدي معايا، باحط على طول الفانيليا بتاعتي. أنا كده حطيت الشربات على النار، طبعًا هاوريكِ وأنا باحط الليمون قد إيه بيتحول من إيه لإيه. طيب المكسرات بتاعتي دي حطيت عليها كده معلقتين من سكر البودر، ده بيفرق معايا كتير جدًا طبعًا لمّا باجي أحمّرها بيدوب معايا مع المكسرات كده، وبصراحة بيدّي طعم حلو أوي، أوي للمكسرات وبيخلّيها تمسك في بعضها كده. بقى كده خلاص معايا الخلطة بتاعتي أو الحشو بتاعي، هابتدي بس أقلّبه كده وعلى طول هابتدي أحشي. أهم حاجة في القطايف إنِّك تبقي محضّرة جنبِك فوطة مطبخ نضيفة أو حتى كيس كده الحاجة اللي هتحشيها على طول تغطّيها. طيب يالّا بينا نشوف هنعمل إيه. أنا هاعمل شكل جديد كده بصراحة عجبني أوي وحلو أوي ومناسب كمان للقطايف اللي حجمها كبير. أنا عملت نفس الشكل ده، عملت نُص الكمية بتاعتي، ده كان كيلو من القطايف، عملت نُص الكمية بالشكل ده، شكل النجمة ده، قفلت نُص القطايف كده طرفين، وطبعًا ضغطت عليها بالأطراف بتاعة إيدي كده بسيطة خالص، ضغطة خفيفة. طبعًا القطايف لو هي طرية بتلزق معاكِ وبتبقى كويسة، لو أنتِ حابة تحضّريها من قبليها بيوم لو أنتِ عندِك عزومة أو كده، تقدري إن أنتِ تقفّليها التقفيلة دي زي ما أنا عملت كده وتحطيها في كيس وتشيليها على جنب. أهم حاجة الكيس يبقى محكم الغلق عليها كده علشان تفضل طرية معاكِ لتاني يوم. توفّر معانا طبعًا وقت لإن هي للأسف بتاخد وقت في حشوها شوية. هي سهلة وسريعة أهو زي ما أنتم شايفين وحاجة كده في منتهى الجمال. أنا بصراحة عجبني الشكل الجديد ده، وكمان كان حلو أوي بعد التحمير. طبعًا دي ميرا بنتي ولازم تتدخّل معايا في كل حاجة. طالما الحاجة بعيدة عن النار والزيت والكلام ده كله باسمح لها إن هي تساعدني، زي ما أنتم شايفين كده بقيت أنا أحط الحشو وهي تقفّل معايا. طبعًا روح المشاركة دي حلوة أوي سواء في رمضان أو غيرها يعني، الطفل أو الطفلة بتتعود معاكِ إن هي تعمل معاكِ كل حاجة. بس كده خلاص، ده بقى كده الشربات بتاعي أو السكر مع المَيّة ابتدوا يغلوا معايا كويس أوي، على طول نزلت عليهم كده بعصير الليمونتين مع بعض. طبعًا أنا حاطة هنا ليمونتين لإن أنا حاطة كيلو ونص من السكر. شايفين اتحوّل معايا على طول إزاي؟ أنا هنا كنت موطية النار بقى هاسيبه مع نفسه كده، طبعًا يغلي على نار هادية لحد ما يستوي. هاوريكِ كمان لمّا يستوي معايا هيبقى شكله عامل إيه. وهنا كنت خلاص بقى قفّلت القطايف بتاعتي كلّها أهي زي ما أنتم شايفين، والشربات بتاعي خلص. يالّا بينا أوريكِ أهو ده الشكل العادي بتاعي أهو، ده شكل النجمة الجديد التحفة. تعالي بقى أوريكِ كمان قوام الشربات هيبقى عامل إزاي. يالّا بس نضيف الفانيليا الأول.
لو انت حابة منكهات تانية غير الفانيليا تقدري تحطي قشر ليمون او قشر برتقان وهي بيستوي الشربات، هيغير معاكي طعمه لو انت حابة ان انت تغيري طعم الفانيليا. لكن انا قلت لكم النهارده انا هعمل القطايف بالطريقة المعتادة بتاعتنا من غير اي افتكاسات. شايفين القوام بتاعه عامل ايه؟ اهم حاجة في قوام الشربات انك تبقي وانت بتختبريه ينزل منك من المعلقة زي خيط كده، او تحطي منه نقطة على المفرش او حتى على الرخامة او طبق. لو ما اتحركتش وما فرشتش معاكي كده الشربات استوى زي الفل. ان القطايف بقى وانا بحمرها اهم حاجة تحطي القطايف في زيت غزير جدا زي ما انتم شايفين كده. انا كنت بعمل في طاسة صغيرة علشان طبعا كمية الزيت بتاعتي تبقى مغطية القطايف زي ما انتم شايفين كده. هديها اللون الذهبي بتاعي من الوشين وهطلعها على طول على الشربات بتاعي يكون بارد تماما. مش هبتدي احمر في القطايف غير والشربات بارد تماما. طبعا ده علشان تطلع معايا طرية وحلوة كده من جوه مقرمشة من بره. اهو الشربات بتاعي طبعا دي القطايف بعد ما حمرتها. هنزل على طول بالقطايف بتاعتي كلها كده تقليبة بس على السريع، هي هتتشرب على طول الشربات مش هتاخد معايا وقت. هطلعها على طول ويلا بينا نشوف عملنا ايه كمان. تعالوا نشوف قدمناها بأنهي شكل وشكلها بعد ما خدت الشربات بتاعها بقى عامل ازاي. اهو زي ما انتم شايفين تقليبة بس في السريع كده وعلى طول طلعناها. وده كان شكلها بعد التحمير حاجة كده تحفة تفتح النفس. كل سنة وحضراتكم طيبين، عاد علينا وعليكم الأيام بخير. يلا قومي بقى كده اعمليها زيها وجربي التقفيلة الجديدة بتاعت القطايف دي، هتعجبك جدا. هرجع لكم بفيديو جديد ان شاء الله من حلويات رمضان. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.